الأخبار الموجزة ليوم السبت. صرحت وزارة الخارجية بإمارة أفغانستان الإسلامية: نرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، ونعتبر هذه الخطوة الإيجابية خطوة مهمة نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. قال وزير المناجم والبترول الشيخ شهاب الدين دلاور إن سلسلة مسح وتنظيم المناجم الصغيرة والكبيرة قد بدأت في جميع مقاطعات البلاد. افتتح وكيل المال والإداري بوزارة الصحة العامة المولوي محمد إسحاق صاحب زادة إنشاء مستشفى الأم والطفل سعة 50 سريرا للنساء والأطفال في مقاطعة فارياب، وإنشاء مرفق تحصين. قال المتحدث الرسمي باسم حاكم قندهار لوسائل الإعلام إن حاكم قندهار السيد محمد يوسف وفا تم تعيينه حاكما مؤقتا لمقاطعة بلخ بمرسوم من سماحة أمير المؤمنين حفظه الله تعالى. بدأت غرفة أفغانستان للزراعة والثروة الحيوانية العمل مرة أخرى بعد 3 سنوات. بدأ توزيع وثيقة 3 سنوات للسيارات غير المسجلة يمين الرأس من اليوم إلى 3 أشهر من قبل إدارة العامة للمرور. وصرحت وزارة الداخلية إنها اتخذت هذا الأمر لتوفير التسهيلات للشعب. بدأ العمل في 6 مشاريع للري وإصلاح طرق والجدران الاستنادية في عاصمة مقاطعة ميدان وردك. عاد 2287 لاجئا أفغانيا إلى البلاد من إيران في 18 من شهر الحوت عبر ميناء إسلام قلعة بمقاطعة هرات. تم اليوم توقيع اتفاقية مشروع اسمنت شور أندام بمقاطعة قندهار بين وزارة المناجم والبترول وشركة أحمد نبي زادة. تم زرع 200 شجرة فاكهة من قبل بلدية كابول في بستان بابر.